واحد الصباح في مدينه اكادير واحد السيد كبير في العمر مشى للبوست ديال البوليس وهو خايف وتيترعد وقال لهم راه واقيلا واقع في دار ولدي شي حاجه خايبه بزاف. فالبوليس مشاو معاه وفرعوا الباب وداكشي اللي غادي يشوفوا ما غاديش يدخل لهم راسهم كاع. تابعوا معنا حتى الاخر حيت الاحداث ديال هاد القصه غادي يعجبوكم بزاف. اول حاجه قبل ما نبداو الحلقه ديال اليوم بغيت نشكر اي واحد تيخلي لنا شي علامه اعجاب وكومونتير وقبل ما يتفرج كاع. بغيت نقول لكم تنبغيكم بزاف بزاف بزاف. بسم الله نبداو الحلقه ديال اليوم. واحد الصباح ومع 12:30 واحد السيد كبير في لاج مشى للبوست ديال البوليس وداخل عندهم وتيترعد وخايف وقال لهم راه واقيلا واقع شي حاجه كبيره في دار ولدي. فهنا البوليس قالوا ليه شنو غادي يكون واقع اش طاري؟ قال لهم راه تندق على مرت ولدي ولكن ما تتحلش ليا. فهنا البوليس جاوهم هذا الشيء عادي، يقدر تكون هاد المراه خرجات، يقدر تكون مشات للسوق ولا تقضي شي غرض، ولكن هو اكد لهم وقال لهم مرت ولدي راه ما تخرجش من الدار كاع. قال لهم انا راه مشيت للروض نجيب الحفيد ديالي وخليتها هي في الدار مع بنتها الصغيره. البوليس ملي بقى فيهم هذا الراجل الكبير قرروا انهم يمشيو معاه للدار ديال ولده، ولكن ما عندهمش شي ورقه من وكيل الملك باش يفرعوا الباب. ملي وصلوا قدام الدار بقاو واقفين تما وتيسولوا دوك الجيران اللي ساكنين في ديك البلاصه وتاكدوا لهم الجيران ان هذيك السيده راه ما تخرجش من الدار بشكل نهائي. هادشي بدا تيدخل لهم الشك، ما يمكنش هاد المراه الا ما كانش تخرج علاش ملي تنصونيو عليها ما تتحلش لينا الباب. فبقاو تيتسناو لمده ساعه كامله وهنا طلبوا واحد الورقه من وكيل الملك باش يعطيها لهم ويفرعوا الباب ويدخلوا. فملي فرعوا الباب ودخلوا للدار لقاو كارثه، لقاو المراه وسط قاع الدار تتعوم في وسط دمايتها، ووسط الصاله كاينه بنتها الصغيره اللي كاملها مخرقه بالمضى، ما كايناش شي بلاصه ما داخلش فيها الجنوي. الراجل الكبير من شاف هادشي قدام عينيه طاح على ركبه وتيبكي بالهستيريا. فهنا البوليس سولوه وقالوا ليه فين هو ولدك وباش نذكركم ان هذه الجريمه وقعت نهار الخميس. فقال لهم ان الابن ديالي كل خميس مع 6 الصباح تيخرج من اكادير وتيمشي حتى لطنجه بحكم العمل ديالو، لانه تيجيب السلعه اللي مهربه من تما نسبتها من ليليه وتيدخل بها لاكادير وتيفرقها على الحوانت. فهزوا التليفون ودوروا للزوج ديال هاد المراه وقالوا ليه ضروري خصك ترجع لاكادير راه بغيناك في البوست ديال البوليس. والاسم ديال راجلها كان هو برايم. وصلت هذه المكالمه كان فعلا في طنجه وما عرفش اش واقع بالضبط، ولكن كان متيقن انه كاينه شي كارثه عنده في الدار. فاوتوماتيكمون ركب طوموبيلته وشد الطريق باش يرجع لاكادير. فمنين وصل عندهم المركز الشرطه عاودوا ليه البوليس بالتفاصيل شنو وقع. قالوا ليه بانهم لقاو مرته مقتوله وبنته. ابراهيم في هذه الوقيته طاح على ركابي وبقى تيبكي وما عرفش باقي شنو غادي يدير. فالبوليس هنا غادي يصدموه وغادي يقولوا ليه راه ما كاينش شي مشتبه به ولا شي واحد نشكو فيه من غيرك انت والاب ديالك. فاول حاجه دارت الشرطه هي بداو التحقيق مع ابراهيم وسولوه فين دوز هذاك النهار ديالو كامل. ابراهيم قال لهم انه كل خميس تيمشي لطنجه باش يجيب السلعه من تما ويرجع ويفرقها على مالين الحوانت اللي كاينين في اكادير. وقال لهم انه خرج مع 6 ديال الصباح هو في الطريق وغادي لطنجه وقف واحد المقهى باش يفطر فيه وكانت الساعه 10:30 وبالضبط مع 2 العشيه كان عند الفورنيسور في طنجه اللي تيعطيه السلعه. البوليس قبطوا هذه المعلومات وكتبوهم بالتدقيق وفعلا لقاو الكاميرا د سورفيونس اللي كاينه في الخرجه ديال اكادير شاده طوموبيلته وهو خارج من تما ومشاو للمقهى اللي قال لهم فطر فيها ولقاو فعلا ان ابراهيم فطر في هذيك المقهى. الاب ديال ابراهيم قال لهم انه كل صباح تيجي الحفيد ديالو للروض مع 8:30 وهذا الشيء اكداتو لهم المعلمه ديال الحفيد ديالو، قالت لهم بان هذا الجد هذا راه جاب الحفيد ديالو مع 8:30. وهنا البوليس سولوه قالوا ليه منين جيتي الطفل للروض فين مشيتي؟ قال لهم الجد انه مشى للقهوه مريح مع الاصدقاء ديالو وهذا الشيء فعلا اللي اكدوه الاصدقاء ديالو. وطا الكاميرا ديال القهوه شدت الجد وهو مريح مع صحابه وسط القهوه وقال لهم انه من وصلت ل 11:30 رجع للروض باش يجيب الحفيد ديالو وداز للدار. وهنا بدا تيدق على مرته ولده باش تحليه ومنين ما حلات ليش رجع عندهم للمركز ديال الشرطه. البوليس ملي سولوا الاستاذه وشافوا الكاميرا د سورفيونس اللي كاينه في القهوه ومنين اكدوا الاصدقاء ديال هذا الجد انه كان معاهم خرجوه من الدائره ديال التهم. وهنا البوليس ما بقاش عندهم شي متهم بشكل نهائي. سي صبار بغيت جميع المعلومات، شوف لي الجيران دور عليهم دار بدار، مالي الحوانت ما تزقل حتى شي واحد، سول على شكون تيجي عندهم، شكون حبابهم، شكون صحابهم، الله يخليك اللي في الرباط جيبو. فالبوليس من تزير عليهم الحال بقاو تيحققوا مع الجيران اللي كاينين في الحومه وتيسولوهم واش بانت لهم شي حاجه اللي هي غريبه.
فواحد الشرطي مشى عند مول الحانوت وسولو قال له واش ما بانتلكش شي حاجه اللي ماشي تلهيه؟ ويقول ليه داك مول الحانوت راه مع 8 جات عندي واحد السيده وتتسولني على دار السي ابراهيم. فمول الحانوت بحسن النيه سولها قال لها واش تعرفي ابراهيم واش بينك وبينه شي حاجه؟ قالت لي راه تيتسني شي فلوس بغيت نعطيهم ليه. فنعيط ليها الدار ديال ابراهيم. والحاجه اللي غريبه واللي عاود قالها لهم مول الحانوت ان هاد السيده منين وقعت الجريمه وتجمعوا البوليس بانت ليه كاينه وسط عباد الله، وهاد المراه ما ساكناش في الحومه وما عمرو شافها كاع. فالبوليس نقل هاد المعلومه لمركز الشرطه وقالها لهم وقالوا ياك ما تكون هاد السيده عندها يد في هاد الجريمه هادي. فعيطوا لمول الحانوت وقالوا ليه عطينا الاوصاف ديال هاد السيده، وقال لهم مراه طويله ولابسه العصري وعندها واحد الخاله حدا المنخر ديالها وكانت زوينه بزاف. فهنا الشرطه عيطوا لابراهيم بحكم ان هاد السيده قالت لمول الحانوت انها تتعرف، وعاودوا ليه هاد الشيء اللي قال لهم مول الحانوت. ابراهيم منين سمع هاد الهضره هادي طاح على ركابي وبقى تيبكي وتيقول لهم راه هي اللي قتلت لي مرتي وبنتي، اكيد غتكون هي، اكيد هي اللي درت هاد الشيء كله. انا متيقن دروكا انكم باقي ما فهمتوا حتى شي حاجه، ودابا غادي نعرفوا شنو وقع بالضبط. قبل ما نكملوا الحلقه ديال اليوم بغيت نطلب منكم واحد الطلب ونقدروا نقولوا نترجى منكم هذا الطلب هذا. راه هذا الكونتيني راه تنسهروا عليه تنضربوا عليه تماره ديال المعقول باش نحطوا لكم شي حاجه زوينه اللي دوزوا بها الوقت. فما تبخلوش علينا علامه اعجاب، كومونتير زويون، تبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك، راه هادشي مهم بالنسبه لينا باش نزيدوا شويه لقدام باش نتحفزوا نحطوا لكم فيديوهات وحدين اخرين. ودير ديك لايك ديرها يزعل وديرها ويكون الخير ان شاء الله. فالشرطه خلات ابراهيم تسترجع الانفاس ديالو وريحوا معاه وبداو تيسولوا شكون هي هاد المراه وشنو هي العلاقه ديالك بها. قال لهم انا غادي نعاود لكم كل شيء بالتفاصيل. قال لهم بحكم العمل ديالي انني تنمشي لطنجه باش نجيب السلعه كل خميس، تعرفت على واحد السيده اللي تاهي من اكادير كنت تلقاها عند نفس الفورنيسور اللي تنجيب من عنده السلعه. فكل سيمانه كنا تنشوفوا في طنجه ديما. حتى واحد النهار وانا اقترح على واحد الاقتراح وقلت لها اش بان لك تعودي تمشي معايا في الطوموبيل ديالي ونعودوا نجيبوا السلعه بجوج عوض ما انك تشدي الترونسبور من اكادير حتى لطنجه هكا احسن لك. فداك الشيء اللي وقع بالضبط، ولات تمشي معاه كل مره في الطوموبيل ديالو. وهاد السيده كان الاسم ديالها عائشه. فمع مرور الوقت العلاقه ديال ابراهيم وعائشه ما بقاتش مقتصره على العمل بوحده، بالعكس عائشه ولات تبغي ابراهيم وبدات تقرب منه بحكم انها واحد السيده اللي ما كانتش متزوجه وكانت عندها 40 عام وكانت تحس انه بحال هرب عليها الكر. ولات تقول ابراهيم غادي يكون زوج مزيان. علاش تقول هاد الهضره بالضبط؟ لان ابراهيم كذب عليها في النوبه الاولى وقال لها راه هو ما مزوجش. فمع مرور الوقت عائشه غادي تعترف بالحب ديالها لابراهيم، وابراهيم حتى هو غادي يقول لها راني كنبغيك. ولكن لجينا للمعقول ان ابراهيم كان طامع في عائشه وطامع في فلوسها لانها كانت تجمع الفلوس. فواحد النهار غادي يقترح عليها ابراهيم غادي يقول لها شوفي انت بقاي في دارك عطيني الفلوس نعود نتقدى لك السلعه ونجيبها لك حتى هنا بلا ما تبقي تتسخسخي تمشي حتى لطنجه. فداك الشيء اللي وقع كانت عائشه ديما تعطيه الفلوس وهو تيجيب ليها السلعه من كل. حتى واحد النهار طلب منها 15 مليون. قال لها واش ممكن تسلف لي واحد 15 مليون؟ راه باغي ندخل شي سلعه كثيره من طنجه. انا غنعطيها الفلوس ماشي شاك غيكون هاني. ربي يخليك ليا صراحه بلا بيك ما عرفتش شنو ندير. عائشه ما تردداتش وعطاتو ديك 15 مليون. فبحكم ان العلاقه ديالهم دخل فيها الصرف ودخلوا فيها الفلوس تزاد واحد الحاجه اخرى، ولا ابراهيم تيمشي عند عائشه للدار وتيختلي بها بحال راجل ومرته. وماشي غير هادشي بوحدو بل كان تيدخل عندها للدار قدام الناس اللي ساكنين معاها في الحومه. وباش تحيد عليها الشكوك وتحيد عليها بزاف ديال الحوايج قالت للناس اللي في الحومه ان هذاك السيد راه تزوج بها ولا راجلها. وعائشه كانت كل مره تقول لابراهيم راه خصك تزوج بيا، وهو كان تيتهرب لانه في الحقيقه ابراهيم راه مزوج. وكل مره تيقول لها هاد الشهر الجاي هاد الشهر الجاي، كل مره كان تيجيب لها شي كذبه في شكل. ولكن في الحقيقه ابراهيم ما كانش ناوي يتزوج بها نهائيا. فملي شاف القضيه بدات تكبر عليه قال خصني نفك عليها هاد الجره، خصني نبدا نبعد عليها، ولكن ما نديرش هاد الشيء حتى نضرب ضربه صحيحه. رجع عندها واحد النهارات قال لها عائشه رانا فكرت مزيان وباغي نتزوج بك، ولكن قبل ما نتزوجوا راه بانت لي واحد الحانوت في واحد القنت تباع والثمن ديالها هو 70 مليون، وراه اتفقت مع السيد وخصنا نمشيو نشوفوها انا وياك بجوج وهزي معاك الفلوس، ومنين نشدوا هذيك الحانوت ونعمروها بالسلعه ديالنا ديك الساعه نكتبوا انا وياك الكتاب ونتزوجوا. عائشه مسكينه تيقات ابراهيم
وقررت باش تعطيه 70 مليون اللي كانت جامعه حياتها كامله وهي تجمع فيها، ويمشي يشدوا هذيك الحانوت ويتزوجوا. هادو هما الاحلام اللي كانت تحلم بهم عائشه. فواحد النهار رجع عندها مع الصباح وقال لها راه السيد اللي مزكي معاه اللي بيبيع الحانوت راه دويت انا وياه وخاصنا نصبحوا عنده دروك انا وياه. فلبسات حوايجها وركبت معاه في الطوموبيل ومشاو لواحد لقنت اللي فيه واحد الموبل يلاه تتبنى وفيها واحد الكراج اللي هو كبير. هو قال لها عائشه هذا هو المحل اللي باغي نشدو. هي مسكينه فرحات وقالت اخيرا غادي يكون عندي شي حاجه ديالي وغادي نتزوج بهذا السيد اللي تنبغي. واحد شويه ويخرج من داك المحل خرج واحد الراجل اللي هو كبير وقال لها راه هذا هو مول المحل. بقات يهضر هو وياه وقال ليه بشحال غتخلينا المحل دابا وتفاهموا على الثمن. قال لي اخر ثمن هو 70 مليون. فقال لعائشه شنو بان لك؟ قالت ليه صافي نقضيو الغرض. حلات الصاك ديالها وجبدات واحد الكميه ديال الفلوس كبيره وعطاتها لابراهيم وخلاها في الطوموبيله وبقات يهضر مع السيد وجاب لها واحد الورقه وقال لها راه دابا غادي تسينيها باش يولي المحل ديالك. مسكينه ما كانت فاهمه والو، ما كانتش فاهمه ان هذيك راه مسرحيه وهذاك السيد اللي خرج من هذاك المحل راه كان متفق مع ابراهيم ومخلص وعطيه الفلوس. فمنين سينات عائشه هذيك الورقه هزها بالطوموبيل وصلها حتى لباب الدار وقال لها راه العشيه غادي ندوز عندك للدار وجي لنا شي عشيوه باش نقصروا ونضحكوا شويه وراه ما يكون هي الخير وان شاء الله من دابا واحد الشهرين نكتب انا وياك الكتاب ونتزوجوا. فحطها في الدار وكانت فرحانه بزاف وما كانتش عارفه ان هذيك هي اخر مره غادي تشوف فيها ابراهيم. فمن وصلت العشيه عائشه بدات تدور لابراهيم ولكن تليفونه كان طافي. قالت في الاول واقيلا واش تجرجر ليه التليفون ولا ما وقع شي حاجه. بقات تدور ولكن ما تيجاوبهاش. داز النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث دازت سيمانه ابراهيم غبر بحال ما عمره ما كان. فمع الوقت بدات تدرك انها تعرضات للنصب، انها فقدت فلوسها وفقدت الشرف ديالها. والحاجه اللي كبيره في هذا الشيء كامل هي ان عائشه ما كانت تعرف والو على ابراهيم، ما تعرف عليه حتى شي حاجه من غير سميتو. وهنا بدات تدرك انها تنصب عليها ديال بصح. فشنو غادي تقرر؟ غتقرر انها تهز تليفونها وتبدا تدوز في هذوك التصاور اللي مصوره هي وياه. وفي وحده من هذوك التصاور كاينه وحده سيلفي كاينين فيها هما بجوج وموراها الطوموبيل ديال ابراهيم ومشدود فيها الماتريكول ديال الطوموبيله ديالو. فغدور لواحد السيد في العائله ديالها اللي خدام في المصلحه ديال السيارات وغتعطيه داك الماتريكول ديال الطوموبيل وهو غادي يجبد لها الاسم ديالو وغادي يجبد لها العنوان ديالو. فواحد الخميس غتمشي لهداك العنوان وغتبقى واقفه في ديك الحومه وغادي يبان لها واحد مول الحانوت وباش تيقن من الدار بالضبط غتمشي تسول هذاك مول الحانوت اللي كنا دوينا عليه في الاول. فهو غادي ينعت ليها الدار بالضبط. فملي غادي تمشي قدام الدار غادي يبان لها واحد الراجل كبير في لاج مخرج واحد الوليد صغير. فهنا غادي تخلع وغترجع للور وغتسنى هذاك الراجل الكبير تيحيد من حدا الدار. فملي غادي يبان لها غبر غتمشي لباب الدار وغتبدا تدق ويتخرج لها واحد المراه كبيره وغتقول لها السلام عليكم. تقول لها عليكم السلام. غتقول لها واش هذه هي الدار ديال ابراهيم؟ ولا المراه اللي خرجت من الدار راه كانت هي الزوجه ديالو. غتقول لها اييه ولكن راه ما كاينش هنايا راه مشى للخدمه ديالو. غتقول لها شكون انت؟ غتقول لها انا راه مرتو. هنا عائشه غادي تحقد وغادي يطلع عليها الدم لانها ما كانتش عارفه ان ابراهيم راه مزوج. هنا غتقول لها واش ممكن بغيت نهضر معاك بيني وبين الزوجه ديال ابراهيم. كانت واحد الانسانه مسكينه مرحبه وكانت تستقبل الناس عندها في الدار. غتقول لها هي مرحبا دخلي عندي وتدخلها للقاع ديال الدار ديالها. هنا غتقول لها عائشه ابراهيم راه نصب عليا وضحك عليا ودى ليا فلوسي ودى ليا الشرف ديالي. الزوجه ديال ابراهيم كانت انسانه حكيمه ومتفهمه ما تيقاتهاش وفي نفس الوقت ما كذباتهاش. قالت لها غادي نتسنى راجلي تيجي ونواجهك انت وياه. وفي هذه اللحظه هذه عائشه تتسمع واحد الغوار جاي من الصاله ديال واحد البنت صغيره. غتقول لها شكون هي هذه؟ غتقول لها راه بنتي. هنا عائشه غادي يطلع عليها دم مره اخرى. غتقول لها السيد مزوج وعنده الولاد ودا ليا رزقي وكان تيكذب عليا وتتفلى عليا هذه المده كامله. والحاجه اللي ما عارفينش كاملين ان عائشه راه ما جاتش فقط باش تدوي مع ابراهيم، لا كانت معوله انها تلقاه في الدار وتطعنوا بواحد الجنويه اللي كانت دايرها وسط حوايجها. فملي ما لقاتش ابراهيم قالت واحد الحاجه في راسها، هو ضيعني في فلوسي وضيعني في رزقي، انا غادي نضيعو في ولادو وغادي نضيعو في مرتو. فجبدات واحد الجنويه وهي تذبح بها مرت ابراهيم وخلاتها في الارض تعوم في دمايتها وما وقفاتش هنايا بوحدها، لا مشات تجري ودخلت للصاله اللي فيها هذيك البنت صغيره وهزت ديك الجنويه وبدات تقب في هذيك البنت ما رحماتهاش قتلتها حتى هي وخرجات في حالتها من الدار وسدت الباب. ولحسن الحظ ديالها ان
حتى شي واحد ما شافها. هادشي اللي عاودت لكم بالتفاصيل راه عاودته عائشه منين جابوها للمركز ديال الشرطه. هنا غادي تقول لي ان هذه الجريمه فيها متهم واحد اللي هي عائشه، ولكن غادي نقول لك ان القاضي وقف قدامه جوج ديال المتهمين وواحد فيهم خرج براءه. المتهم الاول بطبيعه الحال هي عائشه واللي خدات حكم ديال المؤبد على الجريمه اللي دارتها، والمتهم الثاني هو ابراهيم لان عائشه اتهمته بالنصب